ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واتمنى من الله عز وجل ان انتوا دايما تكونوا بخير. واتمنى منكم لو اول مره تشوفوني تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس وتضغطوا على كلمه الكل عشان يوصل لكم كل جديد. انا عاوز اقول لكم والله العظيم اللي انتوا وحشتونا قوي، يعني المشتركين والناس اللي بتعلق لي بكلام حلو واللي بتعمل لايكات واللي بتكتب لي كلام ايجابي ده وحشني قوي قوي. ولكم كل الشكر والتقدير. والله العظيم يا جماعه انا مهما اتكلم مش هقدر، او مش عارفه اقولها ازاي. مش هقدر اوصف الحب اللي في قلبي لكم. والله العظيم ربنا يعلم محبتي في قلبي لكم قد ايه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا انا النهارده جايه في حاجه مختلفه، في فيديو مختلف. جايز انت اول مره تشوفوني فيه، يعني من غير روتين، من غير غسيل مواعين من غير مطبخ، من غير اكل طيور، من غير طبيخ، من غير اي حاجه. انا جايه اتكلم معاكم كده كاخت، يعني وده شرف ليا اللي انا ابقى اخت لكم وانتوا تكونوا اهلي. انا النهارده كنت فين بقى؟ كنت فين؟ في مشوار فين؟ تبع الشغل، فين؟ حتة في طنطا. انا عاوزة اقول لكم مشاوير الشغل ديت ما بتخلص، كل يوم والتاني تدريب من شكل، عمالين يودونا من بنها لطنطا ومن طنطا لبنها للمحلة لحد ما دخنا. يعني انا مش عارفة هنبقى رؤساء اقسام ولا هنبقى مديرين ولا ايه بالظبط. يعني هي دوخة وخلاص بمعنى اصح. الواحد قام من 6 الصبح طالع بره بيته، ما جاش الا الساعة ايه؟ 7. فانا الصراحة جيت بقى ولا فيا حيل اعمل روتين، ولا فيا حيل اغسل مواعين، ولا فيا حيل اعمل اي حاجة. وسلمى بنت الله يصلح حالها، يعني برضو هي ساندة معايا اليومين دول جامد. يعني باجي الاقيها مجهزة اكل، مروقة شقة. مثلا لو اخواتها موجودين بتذاكر لهم، بتسرح لهم شعرهم، بتلبسهم. مش موجودين اهي مثلا قاعده في الشقه بتشوف طلبات البيت كده. وكفايه اللي انا باجي الاقي لقمتي جاهزه. يعني معلش برضه انا بسافر من المحله لطنطا وبقعد هناك يجي 8 ساعات، وعلى ما اجي برضه مواصلات وكده الصراحه بتبهدل. بتبقى الطاقه بتاعتي ايه؟ خلصت. فما بصدق اللي انا اوصل بيتي. فالصراحة يعني باجي اترمى، مش قادرة ولا ادخل مطبخ ولا اعمل حاجة. ويعني لو مفيش اكل مطبوخ هبقى مضطرة ان انا ادخل المطبخ. امال لما بلاقي الحاجة جاهزة انا الصراحة بكون مبسوطة، وبقعد ادعي لها ربنا يصلح حالها وحال اولادكم اجمعين، قادر يا كريم ربنا يصلح حالهم ويهدوهم يا رب. فانا عاوزة اقول لكم بقى اللي انا كنت طالعة الصبح كده رايحة ايه؟ التدريب. انا ببقى طالعة سايبة بيتي وعيالي و... ويا عالم هرجع ولا لا. والله العظيم ويا عالم هرجع الاقي عيالي في وضع شكله ايه، خصوصا بعد الزلزال اللي حصل ده. يعني الزلزال اصلا جه وانا صاحيه وكنت بسجل الفيديو كنت بمنتجه. فممكن سبحان الله الدنيا ديت تتهد في لحظه، في لحظه، في غفله عين. في حاجات كتير فعلا احنا غافلين عنها. فانا لما باجي ماشيه رايحه مشوار زي ده انا بستودع ربنا. بس يعني انا لما بكون خارجه بستودع ربنا في عيالي، اقول استودعك الله، استودعكم الله. فطبعا يعني احنا بنبقى حاطين في دماغنا حاجات وراسمين في دماغنا حاجات، بس اللي انت بتبقي شايفاه، اللي ربنا هو شايفه هو اللي بيكون. يعني انا بكون طالعه من بيتي بستودع ربنا في عيالي، يعني بقول يا عالم هرجع تاني ولا لا. فطبعا سبحان الله اللي في نصيبك هتشوفيه، واللي ربنا رايدهولك هو اللي هيكون. يعني كل واحد فينا بيخرج من بيته وهو مخطط ليومه رايح فين وجاي منين. اللي رايح شغله، واللي رايح زيارة لأهلها، واللي مثلا طالب بيدرس في كلية، واللي رايح يمتحن. يعني ما يعني كل واحد عارف هو رايح فين. اللي مسافر، اللي رايح من بلد لبلد يدور على شغل. فسبحان الله هي حاجات كده انت بتبقى عامله حسابها، وحاجات تانية ممكن تحصل لك مش معمول حسابها، لان ربنا بيكون رايد لك الحاجه دي سواء حلوه او وحشه. فكل واحد فينا ما يعرفش هو مكتوب له ايه في يوم. فطبعا واحنا ماشيين نقول ايه؟ بسم الله توكلت على الله. لان والله العظيم يا جماعه الواحد بيشوف حاجات ما يعلم بها الا ربنا، خصوصا الايام دي.
دلوقتي بقت الشباب او البنات عموما ماشيه ملهيه بالتليفون، يبقوا ماشيين يبصوا في التليفون وناسين اللي فيه طريق، ناسين اللي فيه عربيات، ناسين اللي فيه قطر، ناسين بصوا يعني هم اصلا في وادي تاني، التليفون ده مخليهم في وادي تاني. يعني ربنا يكفينا شر في وجع الاقدار يا رب. يعني مثلا انت مش قادره تسيبي التليفون دقيقتين على ما تعدي الطريق، انت مش قادره تسيبيه دقيقتين على ما تركبي القطر. ما هي الحوادث بتيجي من كده. يعني بنقعد نقول ايه، ده شاب، ده لسه صغير، ده مات فجأة، ده اتخطف، ده اتعمل. ما هو احنا اللي بنعمل في نفسنا كده. هو اي نعم نصيبه وموته ومكتوبه له ده كله، بس على اللي انا شفته النهارده والله العظيم ربنا يستر على اولادنا. العيال او الشباب او البنات ماشيين كده، هم ماشيين كده، محدش ماشي كده. يعني هم كلهم ماشيين فاتحين التليفونات ويقرأوا ويتصفحوا عادي خالص، محدش قادر يستند دقيقتين على ما يعدي الطريق. يعني النهاردة كان كام حادثة هتحصل بسبب الموضوع ده. وكلهم برضو شباب. مثلا يكونوا بيعدوا الطريق، العربية تقف فجأة، او هم يعدوا ما ياخدوش بالهم من العربية او التوك توك او التروسيكل ايا كان، فالحاجة تقف فجأة ربنا بيسترها عليهم. في حد تاني ممكن يخبط ويروح المستشفى، ممكن واحد يروح فيها خالص. فاحنا يا جماعة نخلي بالنا ونحافظ على نفسنا. يعني احنا نعمل اللي علينا والباقي على الله. يعني كلنا بلا استثناء محدش فينا يعرف ايه اللي مكتوب له، يعني او ايه اللي مستخبيله. يعني ممكن تبقى طالعة من بيتك يحصل لك حاجة بعد دقيقة، بعد ساعة، صح؟ ممكن ده يحصل وتقولي يا ريتني ما طلعت من بيتي، يا ريتني ما اعرفش ايه. انت اعملي اللي عليكي وربنا يحفظك، الله خير حافظة. دي حقيقة والله العظيم. سبحان الله، كل مرة نخرج فيها من بيتنا نعرف ان حياتنا ديت نعمة، وان اهلنا دمت ناس غالية عندنا. ولو احنا حصل لنا حاجة ناس كتير قلبها تتوجع علينا. فليه نبقى ماشيين ملهيين في تليفون او مش مركزين، او حاطه اغاني في ودني مش سامعه صوت الزماره بتاع العربيه؟ يعني ليه يا جماعه؟ احنا ورانا مسؤوليات، انتوا وراكم مسؤوليات، وراكم ناس، اللي وراها اولاد، اللي وراها ام واب قلبهم هيتوجع عليهم. فنخلي بالنا ونحافظ على نفسنا على قد ما نقدر. وكل ما تخرجي من بيتك اعرفي اللي حياتك ديت نعمة، وتدعي ربنا يرجعني لبيتي بالسلامة، ربنا يرجعني لأهلي بالسلامة، ربنا يرجعني لولادي بالسلامة، ايا كان وضعك ايه. يعني يا جماعة الدعاء ده والله العظيم من اعظم الامور ومن احسن الامور. وربنا يعني عشان ربنا يسهل لك حالك، كفايه انك تقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. في دعاء سفر تقوليه. يعني في حاجات كده لازم نعملها. تقرأي شويه قرآن الصبح. انا مش شيخه ولا حاجه، انا مش شيخه، يعني الحاجات دي برضه انا عارفاها من عيشتي. اي نعم انا كنت وانا صغيره بحضر دروس قرآن وباخد دروس فقه وحاجات من دي. بس الدنيا لهتني، والدنيا برضو خدتني شوية وضغطتني. بس برضو في حاجات لازم نمشي عليها. يعني ابسط حاجة وانت خارجة من بيتك بسم الله توكلت على الله، ربنا هيحفظك، ربنا هيحفظك والملائكة هتحفظك لحد ما ترجعي بيتك. امال دلوقتي بقى ولا في بسم الله توكلت على الله ولا اي حاجة. هو صباح الخير يا تليفون، السماعات في ودننا، ماشيين عيننا في التليفون. الله اعلم ايه اللي هيحصل لنا في طريقنا بسبب التليفون. فيا جماعه خلوا بالكم على نفسكم، والله العظيم كم حادثه كان هيحصلوا النهارده. فربنا يكفيكم الشر يا رب. انت اعملي اللي عليكي زي ما قلت لك، وخلي الباقي على الله، وخدي بالاسباب، اسباب السلامه. انا هحافظ على نفسي عشان ربنا يحافظ عليا. ما تقوليش بقى انا همشي واللي في نصيبها اشوفه والكلام ده. لا، ما هو برضو انت سبب. يعني كل شيء في حياتنا اسباب. انت سبب انك تحافظي على نفسك او انك تأهملي في نفسك. واعرفي ان انت مسؤولة عن روحك وهتتحاسبي على روحك. فخلوا بالكم من نفسكم. ولو انت او انت عندكم عربية برضو نفس النظام، وانت سايقة او انت سايق
اتركوا التليفون دقيقتين 3، يعني مش بخسارة والله. بدل ما تاخد مخالفة، بدل ما تدوس واحدة، بدل ما تخبط حد، بدل ما تتحبس بسبب حد، يعني نحافظ على نفسنا على قد ما نقدر. دقيقتين مثلا على ما نعدي الإشارة في الدنيا الزحمة. دلوقتي برضو اللي بيسوقوا التليفون متعلق قدامهم والسماعة في ودن، هم دول برضو اللي بيعملوه. يعني هم برضو بقوا باصين في قلب التليفون، مش باصين على الطريق. دي اولا. ثانيا مثلا ممكن لو حد بيزمر، حد بيصفر، هو مش سامع حاجه بسبب السماعات اللي هو حاططها في ودنه. فيا جماعه خلوا بالكم على نفسكم، وخلوا بالكم يعني وانتوا ماشيين يبقى على مهلكم، يعني وانتوا سايقين كده بالراحه، يعني بلاش نمسك تليفون في ايدينا بمعنى اصح. يعني نحرص منه على قد ما نقدر. يعني خليكم في السلام والأمان أحسن، لأن طبعا بقى في حوادث كتير، وبقى في حاجات ما يعلم بها إلا ربنا. ربنا يكفيكم شرها قادر يا كريم، وربنا يرجعكم لبيوتكم يا رب سالمين غنمين. عشان لا قدر الله لو حصل لكم حاجة، في قلوب هتتوجع عليكم. لو انت واحدة جوزك قلبه هيتوجع، لو انت بنت امك وابوك قلبهم هيتوجعوا، معاكي عيال هتيتميهم. فخلوا بالكم على نفسكم يا جماعة. والكلام ده برضو للرجالة، يعني مش للبنات بس او للحريم بس، لا للرجال. يعني ناس كتير من بعدك هيتوجعوا، مش انتي. يعني اللي مات خلاص راح، ولا يحس بدنيا ولا يحس بوجع ولا يحس بحاجة. بس اللي عايش هيفضل هو اللي موجوع بموت. يعني احنا كل يوم بنسمع عن حوادث اشكال والوان، حوادث ما يعلم بها الا ربنا. يعني ربنا يكفيكم شر المستخبي يا رب، وشر الوحش. يعني ناس بتخرج من بيتها وهي بتضحك، يعني الواحد بيحس اصلا ان هم بيودعوا اهاليهم. ممكن يخرجوا وهم بيضحكوا ما يرجعوش تاني. ناس بتبقى راجعة بيوتها ممكن ما يوصلوش تاني. فطبعا دي بتبقى حاجة صعبة، بتبقى حاجة صعبة قوي. وده يخلينا نعيد حساباتنا في استخدام التليفون. والله العظيم يا جماعة كام حادثة النهاردة وانا رايحة الطريق رايحة جاي. فربنا يسترها عليكم ومعاكم قادر يا كريم، ويحفظنا من كل مكروه. يعني لازم نحافظ على نفسنا وعلى أرواحنا، وننتبه لنفسنا، ونسيب التليفون من ايدينا، نركز في طريقنا. التليفون مش هيطير، والحاجة اللي انت عاوزة تعملها مش هتخلص. بتقعدي تتفرجي على فيديوهات تافهة. مثلا لو وراكم مذاكرة ذاكري في بيتك يا ستي على التليفون. وراكي حاجة خليها لما تروحي بيتك، مش شرط وانت ماشية على طريق. او ابسط حاجة وانت راكبة العربية مثلا، يكون السواق سايق في طريقه، وانت بقى خلاص تكوني ركبت العربية ووصلت العربية بالسلامة. على ما توصلي من المحطة للمحطة افتحي التليفون. بس ما ينفعش في وسط الشارع او في عرض الشارع، او انت بتعدي الطريق. ما ينفعش، ما ينفعش يا جماعة. حافظوا على نفسكم شوية، خافوا على نفسكم، اعملوا حساب للناس اللي وراكم، وربنا يفكم الشر يا رب، والشر في وجه الأقدار. فيا رب ما يكتب عليكم حاجة وحشة أبدا، ويرجعكم سالمين غانمين لأهلكم، ويكفيكم شر الطريق، ويكفيكم شر المستخبي، ويجعل أيامكم كلها حلوة. بس أهم حاجة توكلوا على الله وانتوا خارجين من بيتكم، واستودعوا أهلكم وانتوا طالعين من بيتكم، علشان برضو ترجعوا تلاقوا ولادكم بالسلام. وطول ما انتوا ماشيين هتشوفوا العجائب. يعني سبحان الله، يعني أنا طول ما أنا ماشية برضو شايفة اللي ماشي بعكاز، وشايفة اللي ملوش رجل، وشايفة اللي ماشي بكيس قسطرة، واللي معلق محاليل. يا جماعة والله العظيم احنا في نعمة. الحاجات دي برضو طول ما انت شايفاها احمد ربنا، قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غير. الحمد لله والشكر لله. ولو شايفة اللي انت مثلا شكلك حلو، لا قولي اللهم احسن خلقي كما احسنت خلقي. لازم نحمد ربنا على كل حاجة. يعني انا شفت برضو النهاردة حاجات وجعت قلبي كتير. ما اعرفش بقى انا اللي بتأثر، ولا هو طبع فيا، ولا انا مش عارفة. والله العظيم انا طول ما انا ماشية كده بشوف حاجات بيصعب عليا الحاجات اللي انا بشوفها، واقعد بقى اقول الحمد لله، الشكر لله، استغفر الله، ربنا يشفيه، ربنا يعافيه.
يعني باحس ان انا بتأثر قوي بالحاجات اللي انا بشوفها، بتأثر قوي قوي. في ناس عادي مش في دماغها ممكن تبص لواحد وكده، لما هو كده بينزل من بيته ليه؟ انت تعرفوا هو نازل ليه؟ ما جايز نازل يغسل كلى، ولا جايز رايح مستشفى، ولا في حاجة. يعني مش هيفضل قاعد مربوط عشان هو تعبان. المفروض انت لما تشوفي حاجة زي كده يا اما تساعديه، يا اما تحمدي ربنا على اللي انت فيه. فنحمد ربنا على اللي احنا فيه ونقول الحمد لله والشكر لله. واللهم احسن خلقي كما احسنت خلقي، واللهم احفظنا يا رب، وكفنا شر في وجع الاقدار قادر يا كريم. و... وانا والله كنت عامله الفيديو ده عشان اطمن عليكم اولا، وعلشان توحشني، وعلشان نتكلم مع بعض في الحاجات اللي انا شفتها النهارده. يعني انا شفت حاجات لا تسر عدو ولا حبيب، والله العظيم يا جماعة. أول حاجة مشكلة التليفونات ديت اللي زعلانة منها أوي. والحاجة التانية بيقابلني ناس تعبانة، ناس معرفش ايه، رجلها مقطوعة، ناس كده. فلما يقابلنا كده نحمد ربنا على اللي احنا فيه. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به خير. والحمد لله اللي انا اطمنت عليكم، وربنا يجعلكم بخير دايما. واتمنى يا رب اللي انا اكون خفيفه على قلبكم، واتمنى منكم اللي انتوا تكونوا بخير. وادعوا لي كده بقى ربنا يعدي الكام يوم دمت على خير، لان بيبقى برضو بهدله عليا وبسيب بيتي وقت طويل. فالله المستعان يا جماعه، انا مش طالبه منكم غير انكم تدعوا لي. وادعوا لي ان انا اروح واجي بالسلامه كده لعيالي. يعني دعوه 40 واحد مستجابه. فانا طبعا انا اللي بيعمل لي تعليقات هم كم واحد، فيا رب تكون منهم. يعني واتمنى اي حد يشوف الفيديو يعمل لايك. والله يا جماعه يعني اللايك ده مش بخساره لكم، هو بيفيدني. يعني ده بينشر الفيديوهات بتاعي عشان غيركم برضو يشوفها ويستفيد. وربنا يجعل كل كلمة الواحد بيقولها في ميزان حسناته. انا مش شيخة ولا حاجة، انا مش شيخة، بس الحياة علمتني وودكتني. وطبعا كنت حضرت دروس فترة وحفظت قرآن فترة. فبرضو القرآن في حاجات انا نسيته. فيعني الحاجة اللي انا عارفاها وافيد بها غيري، جايز غيري يشوفها وما يعملهاش، حد يدعي لي دعوة. واتمنى ان انتوا تدعوا لي، ويا رب اكون خايفة على قلبكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. والله العظيم انا بحبكم قوي قوي قوي. ربنا اللي يعلم محبتي في قلبي شكلها ايه، محبتي لكم في قلبي شكلها ايه. ربنا وحده اللي يعلم والله العظيم. وخلوا بالكم من نفسكم يا جماعة، وربنا يحفظكم من اي مكروه يا رب.